حبايب قلبي واخواتي، دي كده ضوانس انا عملتها في البث دلوقتي مع حبايبي، وقلت اوريها لكم. بصوا بصوا اللوز يا اخواتي، اللوز يا اخواتي، بصوا اللوز. وهنا الرز بالشعريه ماشي، وهنا السلطه عاملاها برضو حاجه كده اللوز. استنى بقى نجيب الاطباق ونغرف سوا ماشي وندوق ماشي. بصوا عشان اتطفست في البث ومسكت سندوتش وقعدت كلت، شفتوا؟ استنوا بقى اجيب اطباق ونغرف سوا. بصوا يا اخواتي، نحط الرز اهو، بصوا الرز، بصوا احنا بنحب الشعريه اكتر، تبقى تحفه خالص. بصوا منكم ايه بتوفروا في الرز، منكم بيبقى طعمه حلو قوي والله. دي طمطم خرجي، ما كترليش في الرز، مرة واحدة. بصوا يا احلى اخوات في الدنيا، بصوا حلويات. طبعا الطبق الصغير ده طبعا لتولي حبيبتي، اوعي بس تقولي انت. بصوا ازاي بقى باخد معالي، هاخد ماما. احنا بقى ايه هناخد بعضنا ندوق من ايه، من احنا هندوق من طبق تمورة. بصوا طب على فكرة ماما هي دي معلقة كتير قوي. اللوز اقسم بالله والله دي السلطة ندوقها معاكم. الراجل معايا عشان بابا. بصوا الرز، عارف مسكيها كده بس على مين. اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله يا اخواتي في الفيديو التاني. قلت اوريكم حبيت تجيبوا ضوانس، لو عايزين مقادير ولا حاجه وحد مش عارف يعملها يكتب لي وانا هكتبها له على طول واقولها له. بس انا بعمل في البث عشان ايه افضل يعني فاتحه مع اخواتي. متنسوش المتابعه، الدعوه الحلوه. خلاص باي ان شاء الله على خير. طب ازاي شايفة بصوا كوشه خالص. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير يا اخواتي. باي.